السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. الممثلة المغربية فاطمة خير زوجة الممثل المغربي سعد سولي خلعت بزاف ديال المتابعين ديالها من بعد ما نزلت صورة على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. فخليكم معايا اخوتي باش تسمعوا شنو قالت وتشوفوا كذلك ردة فعل المتابعين ديالها ملي شافوا الصورة ديالها. فالممثلة المغربية فاطمة خير نزلت صورة على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي محيده فيها الشعر ديال راسها كامل، ما مخليه فيه حتى شي زغبه، الشيء اللي خلع بزاف ديال المتابعين ديالها من بعد ما شافوا الصورة ديالها وقالوا انها جاها مرض السرطان. واحد الاخت كتقول القلب ديالي وقف قبل ما نشوف شنو مكتوب على التصويره، وردت على واحد البنت اللي قالت لي حتى انا تخلعت لما شفت الصوره ديال الفنانه الراقيه فاطمه خير. المهم اخوتي بزاف ديال التعاليق كلشي تخلع عليها وكلشي بدا كيدعمها بالشفاء العاجل قبل ما يقراو اشنو مكتوب على الصوره. وكيف ما كتعرفوا ان الفنانه المغربيه فاطمه خير ممثله اللي معروفه ومحبوبه عند المغاربه داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، هي والزوج ديالها الممثل سعد سولي اللي عمرنا ما شفنا عليهم حتى شي حاجه خايبه، وهما ما شاء الله من احسن لي كوبل في مواقع التواصل الاجتماعي بحكم انهم كيبغوا بعضياتهم بزاف والزواج ديالهم مبني على الحب والاحترام. فالله يخليهم بعضياتهم والله يحفظ لهم وليداتهم كذلك. الممثله المغربيه فاطمه خير نزلت هذه الصوره على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ورافقتها بتعليق كتقول فيه: سناء في مسلسل بنات اليوم هي من الشخصيات القريبه الى قلبي، بعفويتها وطيبتها، بمحبتها لمن حولها، بعطائها بدون مقابل، بإنسانيتها رغم ما عانته من تجربة قاسية في طلاقها والمشاكل التي واجهتها في عملها، ورغم مرضها الذي أخفته عن الجميع كي لا تحملهم هموما، إلا أنها بقيت قوية صامدة ومتفائلة ومحبة للحياة. فالمرض قدر لكن الحياة قرار لمن لا يستسلمون. اللهم اشفي كل المرضى وهون عليهم آلامهم وامنحهم القوة والصبر وأنعم عليهم بالصحة والعافية. فالممثلة المغربية فاطمة خير جسدت دور سناء اللي جاها مرض السرطان واللي خباتو على الناس وما قدرتش تقولها اليوم غير باش ما تعيشومش معاها في الألم ديالها. فالله يشفي أي واحد مريض بمرض السرطان ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. فكيف ما سمعتوا اخوتي، فالممثله المغربيه فاطمه خير ماشي هي اللي جاها مرض السرطان، كيف ما شفتوا ان بزاف ديال المتابعين ديالها تخلعوا ملي شافوا الصوره وقالوا انها جاها مرض السرطان. فالله يحفظها لوليداتها وللزوج ديالها والله يخليهم بعضياتهم. فانا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.